واش عمرك دخلتي لواحدة من المنصات ديال التواصل الاجتماعي من فيسبوك وزيد عليها ايضا انستغرام وبالضبط تيك توك اللي كيستعملوها الالاف ديال الناس، ولقيتي الناس كاملين كيهضروا بواحد الطريقه اللي معينه ما يمكنش لك انت تتخيلها، نفس الكلمات ونفس ايضا نفس القضيه كيدافعوها ولا كيخالفوها. اي سيدي هادشي اللي ولا دابا واقع بالضبط في 2026 في المغرب، وانتيا كتحس ولا كتسول واش الشعب المغربي هو اللي داير كاع هادشي، هو اللي داير هاد التعليقات وهادشي، ولا غير مخاصمين بيناتهم في الكومونتيرات. اي سيدي جيت اليوم في هذا الفيديو بالضبط باش نشرح لكم السر ديال الذباب الالكتروني المغربي، واش كاينين شي اشخاص هما اللي كيديروا هاد التعاليق ولا كاينين شي اشخاص اخرين تيدفعوا هاد الفكره ديال الذباب الالكتروني بالضبط. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الاسلحه اللي ماشي عاوتاني الصواريخ الباليستينيه، ولكن هذا هو سميتو السر ديال الذباب الالكتروني، حيت ما عندوش دبابات وما عندوش ايضا طائرات، ولكن فقط شخص من وراء الحاسوب ديالو كيصايب ولا كيبرمج بزاف ديال الحسابات، وغادي نكشفوا التفاصيل في هذا الفيديو بالضبط. اليوم بالضبط السيطره في السوشيال ميديا، اي شخص خاصكم تفهموا بلي انه اي شخص او اي شاب ولا اي طفل او لا اي مواطن مغربي ولا مواطنه مغربيه عنده فقط تليفون وكونيكسيون يقدر يولي جزء من واحد الحرب اللي كبيره وحنا ما عارفينهاش. تخيل معايا انه تكون شي قضيه داخل البلاد المغربيه كتدخل التعاليق الكومونتيرات كتشوف بزاف ديال الناس كيدافعوا على ديك الفكره بالضبط، واشخاص اخرين بالضبط كيهاجموا ديك الفكره وكيسيئوا وكيضحكوا على الاخرين. في ديك اللحظه العقل ديالك او الدماغ ديالك او المايند سيت ديالك ما غاديش تكون كتستوعب، وانت كتشوف الناس اللي كتكون عندهم تعاليق كبيره وكتمشي انت معاهم، حيتاش السبب اللي هو انه خاصكم تفهموا بلي اننا اي حاجه حنايا كنشوفوا الناس كاملين كيدخلوا ليها، وحتى حنايا ضروري خاصنا ندخلوا ليها، حيتاش ما يمكنش لينا حنايا اننا ما ندخلوش ليها. ودابا بالضبط غادي يكون جا في الدماغ ديالكم واحد السؤال اللي هو اشنو هو الذباب الالكتروني. الذباب الالكتروني بالضبط ماشي غير بعض الحسابات ولكن خاصكم تعرفوا بلي انه بزاف ديال الحسابات، الالاف ديال الحسابات على المواقع التواصل الاجتماعي كتهضر بعض المرات بنفس التعليق وبنفس الاسلوب وايضا نفس التفاعلات مع الناس كاملين. وخاصكم تفهموا بلي انه هذا الشيء يقدر يكون انسان ولا يقدر يكون انه برامج ديال الروبوتات كيبرمجهم الانسان. الهدف ديالهم اللي هو اسيدي انهم يوصلوا واحد الاحساس اللي زائف للناس ولا على المجتمع المغربي بالضبط، وان الجميع ديال الناس يكونوا متفقين على واحد الفكره اللي معينه، اللي السر ديال هذا الذباب الالكتروني هو اللي كيوجهها بالضبط للجميع ديال الناس. وخاصكم تعرفوا باللي انه التحكم في الراي العام ولا اسهل من اي وقت مضى. ودابا بعد ما درنا التعريف الذباب الالكتروني خاصنا نفهموا وخاصنا نعرفوا كيفاش هذا الشيء كيتكون. الذباب الالكتروني بالضبط، الذباب الالكتروني كيكونوا نفس الحسابات ولكن ماشي نفس السميه، كتكون السميه دائما مختلفه بالضبط، وزيد عليها ايضا الصور وحتى الحياه العامه ديال دوك الذباب الالكتروني. دوك الناس اللي كيصايبوا دوك البرامج كيعدلوا الصور الشخصيه ديال البروفيل، وايضا ملي كتوقع واحد القضيه في المغرب ولا في اي دوله اخرى كتلقى نفس الهاشتاغات مثلا ولا جميع التعليقات نفس التعليقات كتلقاهم كاملين ونفس الجمل، وحتى الى دخلتي التعليق غادي تلقى الناس كاملين متفقين مع ديك القضيه بزاف، والكثره ديال التكرار كتخلي الناس انهم يتيقوا داك الشيء. ودابا غادي ندوزو لواحد النقطه اللي مهمه بزاف في هذا الفيديو هذه، واللي هو انه الشركات الكبار ديال ميتا وزيد عليها ايضا تيك توك بالضبط كتشوف غير التفاعل وهذا الشيء، وكتشوف التفاعل والتعليقات، حيت الهدف ديالها بالضبط واللي الرئيسي ديالها واللي هما انهم يجيبوا المشاهدات للناس ويروجوا للحسابات ديالهم. والذباب الالكتروني بالضبط كيستعملوا واحد اللعيبه اللي خطيره بزاف وخاصكم تفهموها، واللي هو الخوارزميات ديال مواقع التواصل الاجتماعي. كيف ما قلت لكم الى لقيتي نفس الهاشتاغات في واحد المنشور وجميع المنشورات، يعني انه واحد التغريده كتغير الراي ديال الشعب كامل، واخا داك الشعب ما يكونش هو اللي كتب ولكن الذباب الالكتروني، وهذا الشيء اللي خطير بزاف في هذا الامر هذا.
والاخطر بالضبط في هذا الفيديو اللي هو انه الذباب الالكتروني ما كيجيش دائما باش انه يقنعك بواحد الفكره اللي كتطلع ترند توب فايرال في لي فيوز، ولكن بعض المرات كيجي باش يسكتك. غادي تكون دابا سولتي كيفاش غادي يسكتني، واللي هو انه الهجوم الجماعي كيكونوا بزاف ديال الناس فاش انت كتدخل التعاليق باش انك ترد على واحد الفعل داروا دوك الاشخاص، ولا باللي تقول لهم بلي ان المنشور كاذب. كتلقى راسك داخل واحد المعمقه اللي داخلين فيها الناس كاملين في الكومونتيرات، واللي هو انه كيردوا عليك بالسب وزيد عليها ايضا التخوين والسخريه. مع الوقت بزاف ديال الناس كيخافوا يهضروا اصلا، وهنا كيولي الصمت هو اخطر حاجه في هذا الشيء ديال الذباب الالكتروني. ودابا ندوزو لواحد المرحله عاوتاني اللي خطيره بزاف، وتخيلوا معايا واحد السيناريو في الدماغ ديالكم اللي هو انه فاش كتكون واحد الفضيحه اللي كتكون منتشره دائما كتطلع كيف ما قلت لكم، غادي تطلع توب ترند، غادي تطلع ترند غادي يهضروا عليها الناس كاملين، وغادي ياخذوا المقاطع ديال الفيديوهات وغادي ينشروهم. مهم الفيوز والهاشتاغات غادي يطلعوا كاملين، حيتاش فضيحه. حيتاش خاصكم تعرفوا بلي انه هذا الشيء ديال الفضائح هذا الشيء اللي ولا بزاف كيعجب الشعب المغربي، وهذا الشيء ديال صناعه التفاهه. وهنايا كتلقى بلي ان ديك الفكره ولا واحد القضيه اللي انسانيه ما غاديش تلقاها منتشره، حيتاش تغلبت عليها داك الترند ديال ديك الفضيحه، والناس مشاو كاملين انهم يشوفوا ديك الفضيحه اللي وقعت بالضبط. الذباب الالكتروني كاينشر واحد اللعيبه اخرى وواحد القيمه عاوتاني، واللي هو انه صناعه العدو وصناعه الباطل. يا سيدي هادشي اللي ولا واقع بالضبط، يعني انهم هذا الجيش الالكتروني او الذباب الالكتروني يقدر يطلع واحد الشخص السما يطلع عليه المشاهدات، يكونوا الفيوز بزاف طالعين، ويقدروا يدمروا داكشي ديالهم انه يهبطوا لهم المشاهدات. ولا خاصكم تعرفوا باللي ان الذكاء الاصطناعي ولا داخل في اي حاجه، مثلا تعطيه غير واحد الرابط ديال الفيديو ولا واحد الصوره وكيدير بعض المشاهد اللي ما يمكنش لنا اننا نقولها، وهذا الشيء بزاف فين كيخلق واحد الفوضى اخرى. ودابا ندوزو لواحد النقطه اخرى اللي مهمه بزاف وما يمكنش لينا اننا ما نهضروش عليها في هذا الشيء ديال السر ديال الذباب الالكتروني المغربي والحملات ديالو، واللي هو انه ملي كتدخل دوك التعاليق كتلقى دوك الاشخاص كاتبين بعض التعليقات اللي لا علاقه لهم بداك الشيء. وهذا الشيء بالضبط ما كيتسمى الذباب الالكتروني غير باش يطلعوا داك الفيديو، حيت الخوارزميات كيف ما قلت لكم في الفقره اللي دازت، الخوارزميات هي بالضبط اللي كتهم المنصات ديال التواقع ديال مواقع التواصل الاجتماعي، غير هما باش يربحوا من دوك المشاهدات ديال الناس. وهنا عاوتاني غادي تشوفوا باللي الا دخلتوا للتعليق غادي تلقاو بعض الصور اللي لا علاقه، غادي تلاحظوا باللي انها غير ذكاء اصطناعي اللي مصايبها، ومنشورات قليله وتعليقات سياسيه ولا هجوميه بزاف. هنا فين كيتخلق واحد السؤال اللي مرعب جدا وكيسولوا جميع الناس، واش الراي المغربي ولا فعلا يقدر اننا نشوفه في الانترنت بالضبط، ولا يقدر يكون غير الناس المغاربه اللي كيبغيو يروجوا لداك الشيء بالضبط. واخطر نقطه في هذا الفيديو، اخر نقطه ولا اخر فقره في هذا الفيديو، واللي هو خاصكم تفهموا بلي انه الحروب دابا ما بقاتش بالضبط غير في داكشي ديال الاسلحه النوويه ولا الصواريخ الباليستينيه اللي دائما انا كنركز عليها، ولا الطوائر ديال اف 15 ولكن راه ولات الحرب ديال العقول عفوا. خاصكم تعرفوا بلي انه اي دقيقه كتقضيها ولا كتسكرولي ولا كتشوف الفيديوهات بالضبط في تيك توك ولا في الفيسبوك ولا حتى في انستغرام ولا منصه اكس ديال ايلون ماسك، كاين شي واحد كيحاول يربح الانتباه ديالك. غادي تكون كيفاش غادي يربح الانتباه غادي يربح وغادي يجذبني انني نشوف الفيديو ديالو، واللي هو بالتعليقات كتشوف الكومونتيرات الالاف ديال التعليقات. وخاصكم تعرفوا بلي انهم كيوجهوا المشاعر ديالكم. وهنا عاوتاني خاصكم تعرفوا بالضبط في هذا الفيديو هذا، وانه قبل ما نصدقوا اي ترند طالع بزاف فيو ديالو طالعين والمشاهدات والبارطاج، خاصنا نسولوا واحد السؤال واللي هو شكون مستفد من هذا الشيء.